السلام عليكم. هذه الحلقة الخامسة عن ضياع ذكريات الأمة الإسلامية بحساب قمري. الخلل ليس في القمر بل الذي مسكين الحساب. كما قلنا وذكرنا مثلا كمولد النبي فهو يدور حول الفصول وهذا غير منطقي. أيضا ذكرنا مثلا هجرة الرسول، هجرة النبي من مكة إلى المدينة، هي أيضا ذكراها أيضا تدور حول الفصول وهذا غير منطقي. كارثة وأضحوكة كبيرة. أيضا عاشوراء، ذكرى عاشوراء أيضا تدور حول الفصول، كل سنوات تجدها مرة في الصيف، مرة في الخريف، مرة في الشتاء. هذه أيضا كارثة كبيرة. إذا ما يهمنا هو رمضان أيضا وضعوه بحساب قمري بدون تعديل، فأصبح هو أيضا يدور حول الفصول، وهذه هي أكبر كارثة عرفتها البشرية. انتظرونا للتوضيح أكثر، يوجد كثير من الفضائح. السلام عليكم.